السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض النهاردة وصفة سريعة كده. يعني الفيديو بتاعنا النهاردة سريع خالص. تمام كده. هنعمل مع بعض سلطة البطاطس والهوت دوج. خلاص زي ما انتوا شايفين كده شكلها يشهي قوي، طريقة بسيطة قوي، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. مقاديرنا النهاردة عبارة عن معايا هنا هوت دوج. تمام، انا سلقاه ومقطعاه شرايح كده، ومعايا كمان بطاطس مسلوقة متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين. معايا معلقتين كبار من خل التفاح، عصير ليمونة، زبادي على حسب الذوق، تقدري تستغني عنها. معايا مايونيز كنت عملته معاكم قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. معايا بقدونس متقطع صغير خالص، ومعايا فاصوليا معلبة. واول حاجه هنبتدي نعملها هو الصوص بتاع السلطه بتاعتنا النهارده. هنبتدي نعصر الليمون زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، بالنسبه للمقادير بالظبط يعني مش هقدر اقولك مقادير معينه، دي بتبقى على حسب الذوق. يعني لو انتي بتحبي الليمون، طعم الليمون يكون ظاهر، تقدري انتي ممكن تزودي عن ليمونه كمان. خلاص، لو مش بتحبي طعم خل التفاح تقدري تلغيه تماما. ان مش بتحبي طعم الزبادي برضو نفس القصة، تقدري تلغيها. يعني التوابل والمنكهات دي بتبقى على حسب الذوق والرغبة. تمام. انا هنا نزلت بعصير الليمون ومعلقتين خل التفاح والزبادي، وهنزل كمان بالمايونيز. انا كنت عملته معاكم قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. خلاص، هندوب الخليط ده كويس جدا مع بعض. لازم المكونات كلها تندمج مع بعض بشكل كويس جدا. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالتوابل بتاعتي. انا هنا نزلت بمعلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره من البابريكا، ورشه بسيطه جدا من الفلفل الاسمر، ورشه بسيطه جدا من الملح. وبرده على حسب الذوق، لو بتحبي تكتري في الفلفل او تحبي تحطي شطه براحتك خالص. وبرده لازم يعني نقلب الخليط كويس جدا مع البهارات. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالمكونات بتاعتي. انا عندي هنا هوت دوج. انا هنا اخترت هوت دوج بالجبنه الشيدر، علشان كده لونه متغير شويه. ده لون الجبنه الشيدر مخلوطه معاه من جوه. نزلت كمان بالفاصوليا المعلبه، ونزلت يعني بشويه من البقدونس زي ما انتوا شايفين. اخر حاجه خالص بحطها هي البطاطس، لان ممكن تتكسر معانا، فانا بحاول ان انا اخلط المكونات كلها قبل البطاطس دي في الاخر خالص. وبكون حذرة جدا وانا بقلبها علشان ما تتكسرش معانا او تتهري. بالراحة خالص كده بنخلطها، بالراحة خالص. بعد كده هندخل السلطة بتاعتنا في التلاجة. ودي شكل السلطة بتاعتنا. طبعا هي بتتقدم باردة ساقعة، لازم تدخل التلاجة. خلاص، وبنزينها بشوية بقدونس كده من على الوش. اظن مفيش اسرع من كده خالص. وجبة سريعة وخفيفة، طعمها لذيذ قوي زي ما انتوا شايفين كده. حلوة قوي قوي بجد، جربوها هتعجبكم. وبس كده، الفيديو النهاردة خلص، ووصفتنا كمان خلصت معانا. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.